السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة بفضل الله معانا متابعة جديدة في أحد المواقع معانا في كومباوند تاك سيتي. برضو احنا مش هنطول عليكم، هناخدكم كده سريعا في التفاصيل، وإن شاء الله بإذن الله هتستفادوا من الفيديوهات، لأن احنا الحمد لله ربنا كرمنا واصلين لدرجة حلوة قوي في التفاصيل وفي الشغل بتاعنا. زي ما انتم شايفين احنا طبعا لسه مأجلين جميع الشغل اللي في اللاندسكيب اللي بره، لكن احنا عندنا هنا لاندسكيب محترم جدا جدا، وفي تفاصيل مرعبة هتعجبكم بإذن الله. عندنا بقى طبعا البرجولات والبول، وفي برضو شلال، وفي طبعا نجيلة، وفي سور شجري، وفي توزيع إضاءات محترم، وكل الكلام ده هيتظبط، والفيلا كلها تتورنش من بره. فاحنا الحمد لله في وقت قياسي قدرنا ان احنا نخلص في الفيلا من جوه المرحله الاولى بالكامل، اللي هي مرحله التاسيسات. لسه ما تعدناش الحمد لله ال 50 يوم او ال 60 يوم في فيلا 1000 متر، وربنا كرمنا وخلصنا كل بنود التاسيس. هناخدكم سريعا معانا كده في التفاصيل كلها، وان شاء الله باذن الله مش هنطول عليكم. هنا انا داخل من باب الفيلا زي ما انتم شايفين. طبعا الباب الفيلا عندي منزل له حساس حركه هنا، عشان لما اجي افتح الباب ما فيش هنا اي كهرباء ولا في هنا اي كهرباء، وبالتالي الحساس الحركه يلقط معايا الضلفتين، فيبتدي ان هو ينور معايا المكان اللي موجود هنا. عندي هنا مجموعه تحكم كامله بالانتركام بتاعها، وعندنا برضو كل الديفيترات واصله بالمنطقه دي، عشان وانا داخل او عندي حفله عندي اي حاجه ما ابتديش ان انا احتار في اناره المكان بالكامل. فزي ما انتم شايفين جميع التحكم موجود معايا هنا كده. في طبعا كشاف طوارئ موجود، وطبعا الارش ده ما كانش موجود. الارش ده احنا الحمد لله خلقناه ديكوريا عشان ندي فخامه للفيلا اكتر. يعني العمود ده كان عمود خرسانه طالع معايا، عملت انا الارش ده خرسانه ومحرته وقفلته وخلصت كل التفاصيل دي عشان ادي فخامه للدخل اكتر. طبعا كل اعمال الارضيات معانا رخام، وان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات برضو محترمه تليق بيكم. زي ما انتم شايفين عندي برضو هنا مجموعه اناره الكهرباء تربط معايا السلم ده بالكامل، لان السلم ده كله بيانو. طالع معايا برضو اناره تقفل معايا فوق، لو انا طالع من على السلم افتح من هنا واقفل فوق. زي ما انتم شايفين برضو الحمد لله انتهينا من جميع اعمال الكهرباء. كل حاجه طبعا تدخل الموقع في اي وقت تلاقي الموقع نظيف، الموقع منظم، الموقع مرتب. التكييفات طبعا الاسترتش احنا عاملين عليها استرتش عشان نحميها من التراب، ولكن طبعا مع الوقت الاسترتش بيتهلك، فاحنا ايدينا فيه دايما باستمرار. اول ما بيبوظ بنبتدي ان احنا نعمله تاني من جديد. زي ما انتم شايفين طبعا التامين برضو موجود معانا في الموقع، مقفلين بير الاسانسير عشان التامين بتاعنا. انا ليه بذكر التفاصيل الصغيره دي؟ بذكر التفاصيل الصغيره لان اللي بيركز في التفاصيل الصغيره بيتقن التفاصيل الكبيره. تمام. احنا طبعا داخلين اهو بالصدفه. الكهربائي طبعا الرجاله تسلم ايديهم، رجاله محترمه جدا بيفطروا، ولكن انا بس دخلت على الشغل بتاعهم لقيت ايه؟ لقيت طبعا الترمله موجوده. ممكن تركز لي تقرب لي هنا كده. السلك مترمل كله بالكامل، مترقم بالكامل، مرتب منظم. عندي طبعا الشغل بتاع الارقام اهو الترقيم، عندي شغل الترمله اهي، ده شغل الترمله تمام بتاع الاسلاك، وشغل محترم، شغل منظم، شغل منسق. يعني الحاجات دي اللي احنا بنقولها للناس، بنحاول ان احنا دايما نوصلها للعملاء ان الحاجات دي مش بالساهل، لازم طبعا تبقى فاهم الشغل ده، وعشان تحصل عليه هتتعب كتير يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا وقادرين نوصل لجودة ممتازة مع حجم العمل اللي موجود. زي ما انتم شايفين السلم هنا برضو هيكون معايا بيانو، وكمان عشان نوفر على العميل ابتدينا ان احنا نحط هنا بواط اهو. زي ما انتم شايفين البواط ده طبعا متسنتر مع السقف. البواط ده زي ما انتم شايفين كده مجمع فيه كارتة السلم عشان ما اسحبش كل الاسلاك واروح فيها هناك عند الراك او عند مجموعة التقفيل سواء فوق او تحت. فعملت هنا بوط باب كشف صغير ماشي سنتر لاين مع اكس السبوتات، وبالتالي الحمد لله وفرت اسلاك ما اذتش الشكل الديكور بتاعي، وفي نفس الوقت برضو محافظ على الكواليتي ان كل حاجه مظبوطه 100%. طبعا احنا حاطين سلك شبك ومقفلينه بس كده عشان الرخام لما يجي نقدر ان احنا، لان ده هتقفل معايا رخام مع السلم. هنا ان شاء الله هيبقى فيه رخام اسود موركيني، حاجه محترمه قوي، ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. كل السلالم معايا اسود موركيني ماشيه معايا فوق، وعندي طبعا فخده السلم دي احنا بنسميها فخده السلم، فالفخده دي تمام هتبقى معانا برضو من رخام. لو لاحظتوا ان احنا دايما بنبقى سابقين الاحداث، ان شاء الله باذن الله كمان اسبوع بالظبط السيراميك البورسلين بالكامل عندنا مقاسات كبيره برضو ان شاء الله تعجبكم، هتتورد هنا.
وردنا طبعا الماده بتاعتها وحطيناها على خشب عشان نحافظ عليها. ولما بنلاقي اي خرطوم جديد كهرباء هيتعمل او اي توصيله جديده على طول المونه وراها على طول عشان نحافظ على الشغل بتاعنا. دخلنا، عايز اقول لك ان ده عمل كبير جدا انك تلاقي الدنيا مرتبه منظمه بالشكل ده، ده مجهود لوحده كبير جدا كمان. تمام. عندك برده هنا الاسترتش اهوت، بس طبعا نزل من العوامل الهواء لان الفيلا كلها متفتحه، طبيعي جدا ان الاسترتش يتهلك فنعمل استرتش تاني. توصيلات الكهرباء كلها معانا باستمرار. عندك هنا مثلا عندك براحتك على مهلك، عندك هنا مثلا في شاشه موجوده هنا عشان الجزء ده والجزء اللي هناك ده. هنا صالون وهنا في ركنه، وبالتالي الشاشه اللي هنا تقدر تخدم معايا الجزء ده والجزء ده. طبعا الموضوع ده اتعمل كتير قبل كده، ولكن احنا ان شاء الله هنعمله شكل ديكوري ممتاز وماتيريال جديده كمان. فانت عندك هنا توصيل من فوق وتوصيل من تحت، عشان فيما بعد لو قدرت ان انت تفصل في النص ما تضطرش ان انت تحط زي ماسوره ستانلس تربط الاثنين ببعض. الموقع نظيف، الموقع مرتب، محاره معموله على اعلى مستوى، الكهرباء كلها متفتحه، العلب متفتحه ومتظبطه بالمناسيب بالملي. عايز اقول لك ان لحد المنطقه اللي مش هتحط بالجبسون بورد احنا ما محرناهاش كمان. يعني انت شايف المنطقه دي كده، المنطقه اللي هي في السقف دي في منطقه متمحره ومنطقه لا. ده توفير، ده استغلال للبادجت في المكان المناسب. انا بالنسبه لي ممكن كنت اخلي الراجل بتاع المحاره يلا شد السقف كله محاره، بدل ما انا ابتدي ان انا اقول له خلي بالك هنا ما تعملش محاره، وخلي بالك هنا اعمل محاره، وخلي بالك هنا لا وهنا كل الكلام ده والتعب ده ليه؟ عشان اوفر على العميل. لو هوفر ليه جنيه واحد انا مبسوط ومرتاح. لما بدخل الشغل ابتدي ان انا اوفر للعميل واحافظ على الفلوس بتاعته، لان هي كل حاجه. ومن ثلاث الحاجات المناسبه في الشغل بتاعنا طبعا الكوست، وطبعا التايم، وطبعا الكواليتي. فركن اساسي من الارقام بتاعتنا اللي هي الكوست، فلازم نحافظ عليها طبعا. لو دخلنا برضو عندنا هنا المطبخ هنمر برضو سريعا وهنوريكم تفاصيل حلوه قوي. طبعا المطبخ احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير، كان الحته دي كانت حمام، طبعا دخلناه في المطبخ عشان ده مطبخ فيلا. ابتدي ان انا اعمل حاجه محترمه تليق بفيلا. تمام. زي ما انتم شايفين عندي غسالتين بالبوطات، الغسالات بتتحط في بوطات عشان ما تطردش بره بالكهرباء بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده غسالتين فوق بعض عشان استغلال المساحه. عندي انتركم في المطبخ ما انساهوش، لان ست البيت معظم وقتها في المطبخ، او ايا كان مين اللي شغال في المطبخ يقدر يرد يشوف بسرعه. غسالتين تانيين هنا، احنا مش هنحط 4 غسالات، ولكن في احتماليه ان احنا ننقل الغسالات هنا ونشيل المنطقه دي بالكامل من الادلبه بتاعت التخزين. فقلنا ايه؟ قلنا خلاص طالما العميل متردد واحنا عاملين ديزاين وعاملين اقتراح 1 واقتراح 2 واوبشن 1 واوبشن 2 لحد الان العميل محتار. فانا قلت خلاص عشان ما اوقفش الشغل وامشي العمل، ممكن اكتفي بدولاب 30 سم بس عشان دخلة الباب ما تقفلش قدام دخلة الباب، واخلي الغسالتين دول متاسسين. تمام. والغي هنا الدولاب ال60 واحط هنا الغسالتين برضه. فاحنا عملنا طبعا الكلام ده كله الصرف بتاعنا موجود هنا فما كلفناش حاجه. فاحنا عملنا غسالتين هنا وغسالتين هنا، وطبعا بالبرايز بتاعتهم وكل حاجه بالتوصيلات بتاعتهم، عشان لو العميل حب ينقل في اي يوم من الايام تبقى الامور معاه تمام ان شاء الله. وعايزك تاخد بالك احنا ازاي بناخد بالنا من تفكير العميل قدام. يعني انت دلوقتي بالنسبه لي انا اقول لا انا هعمل جنب واحد وخلاص، لا انا بالنسبه لي العميل لازم افكر فيه طول حياته وهو قاعد في المكان اللي انا شطبته، ودي نقطه مهمه جدا. طبعا كل حاجه هنا متاسسه كما يقول الكتاب. زي ما انتم شايفين غسالات، وهنا في حوض وفلتر. طبعا الميه دي بنسحبها باستمرار وبنحافظ عليها باستمرار عشان ما تهلكش الدنيا اكتر من كده. ولكن خلاص احنا ابتدينا ان احنا نقفل كل الحنفيات خلاص، عشان الشغل اللي جاي بنعمل بقى الحنفيات بره. طبعا زي ما انتم شايفين الحته دي كلها متخربشه عشان ده هتبقى رخام مع الكونتر اللي موجود هنا. فطبعا ان شاء الله باذن الله هيبقى وان بيس واحده على الكونتر اللي موجود هنا. فاحنا ابتدينا ان احنا نمشط ال 60 سم بتوع الرخام بالكامل. الجنب ده ما تمشطش ليه؟ الجنب ده ما تمشطش عشان كله ادلبه، كله اجهزه. عندك ميكروويف وفرن، وعندك ديب فريزر وثلاجه وغسالتين، فكله اجهزه. فانا كده مش هعمل فيه رخام. شوف لابعد الحدود انت عامل حسابك لكل التفاصيل. هنا في المنطقه دي كان في هنا حيطه برضو احنا ذكرناها قبل كده، كان في هنا حيطه كبيره كده احنا كسرناها وعملنا اكستنشن للخرسانات عشان ابقى واقف شغال في اللوح وانا مرتاح. اللوح بتاعته كلها اتكلمنا فيها متظبطه. وعندك هنا بقى التيار الخفيف. التيار الخفيف بنعمل كل دور لوحه تيار خفيف تريح للراك اللي تحت. احنا بالنسبه لنا كل الكلام ده لسه الناس شغاله فيه، ولكن ده كان تريح للي تحت. كل شاشه بنسحب لها طرف ديش وطرف كات 6، وبنبتدي ان احنا نجمع كل حاجه في الراك تحت ان شاء الله.
فتعالى تعالى. فان شاء الله باذن الله هنعمل لكم جزء تاني مليء برضو بالتفاصيل ومليء طبعا بالشغل الجميل اللي انتم شايفينه ده في الدور اللي فوق باذن الله. اشوفكم في الدور اللي فوق ان شاء الله.